أهلا بيكم في الفيديو ده اللي هيولع الدنيا كلها. أنا النهاردة جاية أكلمكم في موضوع محدش بيتكلم فيه بالصراحة دي، بس انتوا عارفين إني دايما بجيب من الآخر. الأوضاع الحميمة الساخنة بين الزوج والزوجة اللي تخلي الفراش نار مش برد وروتين ممل. والله يا جدعان، الزواج ده مش بس أكل وشرب وتربية عيال، لا لا. السر الحقيقي في السعادة الزوجية هو اللي بيحصل بالليل تحت البطانية. لو الفراش برد الدنيا كلها هتبرد، الزوجة هتزهق والراجل هيبص بره وهتبقى مصيبة. بس لو ولعتوا من النار دي هتعيشوا في الجنة كل يوم، شهر عسل مستمر مش بس أول أسبوع. خلينا نبدأ من الأول خالص، عشان أنا عارف إن ناس كتير متجوزة جديد ومش عارفة، وناس قديمة وقعت في الروتين ونسيت الإثارة. أول حاجة لازم تعرفوا إن الجسم البشري ده مليان نقاط حساسة، والست مش زي الراجل، هي عايزة مداعبة وكلام حلو ولمس ناعم قبل ما ندخل في الجد. الراجل زي الموتوسيكل ده الشو مشي، بس الست زي العربية الأوتوماتيك، لازم تسخنيها الأول عشان تشتغل صح. يلا نبدأ بالأوضاع الأساسية بس بتويست يخليها ساخنة نار. أول وضع كلاسيكي، الراجل فوق والست تحت، اللي اسمه المبشري. ده الأشهر والأحلى للمبتدئين، عشان الراجل يقدر يبص في عيون مراته ويبوسها ويهمس لها كلام يولعها زي انتي أجمل حاجة في الدنيا يا روحي. بس ما تعملهوش روتين، حرك ايدك على صدرها، على وسطها، العب في شعرها، غير السرعة، بطيء شوية وبعدين اسرع، هي هتترجاك ما تسيبهاش. تاني وضع رهيب، الست فوق، اللي بنقول عليه الكاوبوي أو الراكبة. ده يا جدعان ده اللي يخلي الراجل يرتاح ويستمتع بالمنظر كله. الست تتحكم في كل حاجة، تحرك وسطها داير ما يدور فوق وتحت ويمين وشمال زي الرقصة الشرقي بالظبط، والراجل يمد إيده يدلع صدرها أو يمسك وسطها. يا سلام على اللذة. ده مثالي لما الراجل تعبان من الشغل والست عايزة تاخد الدور النشيط، هتخليه يصرخ من المتعة. بعد كده وضع الملعقة، اللي الاتنين على الجنب والراجل من ورا. ده رومانسي قوي، خاصة لو السرير صغير أو الجو بارد، عشان تتدفوا في بعض. الراجل يحضنها من ورا، إيده حرة تمشي على كل حتة في جسمها، وهي تقدر تحرك مؤخرتها عليه ببطء، يبقى الإحساس عميق قوي وطويل. أضيفوا بوس في الرقبة أو عض خفيف في الودن، هتولع الدنيا من غير مجهود كبير. يلا نرفع الدرجة شوية، وضع الكلب، اللي الست على ايديها وركبها والراجل من ورا. ده يا رجالة ده الوحشي بقى، الإحساس عميق جدا، والراجل يقدر يمسك وسطها أو يشد شعرها خفيف لو هي بتحب كده، والست تقدر تحرك مؤخرتها قدامه عشان يشوف المنظر الساخن. بس خلي بالكم، مداعبة كويسة الأول عشان ما توجعش، ولو حطيتم مراية قدام هتشوفوا بعض وهتتجننوا من الإثارة. واحد تاني جامد، الست قاعدة على رجل الراجل وهو قاعد على الكرسي أو طرف السرير، اسمه اللوتس. الاتنين وشهم في وش بعض، حضن قوي، بوس عميق، والست تتحرك فوق وتحت ببطن. ده يخلي الاتنين يحسوا بالقرب العاطفي مع الجنس الساخن، مثالي للمتجوزين القدامى اللي عايزين يرجعوا الرومانسية. نروح لوضع الوقوف، الراجل يشيل الست أو هي متسندة على الحيطة. ده للقوة والإثارة السريعة، خاصة لو في المطبخ أو الحمام والاتنين مولعين فجأة. الراجل يمسك رجليها والست تلف رجليها حوالين وسطه، ينهار على النشاط ده. كمان في وضع ال69، اللي الاتنين بيمتعوا بعض بالفم في نفس الوقت. ده متعة مشتركة، الراجل تحت والست فوق أو على الجنب، كل واحد يدلع التاني، بس لازم اتفاق ونظافة، وهتحسوا إنكم في عالم تاني خالص. واحد متقدم شوية، الست مستلقية على بطنها والراجل فوق من ورا زي الكلب بس هي نايمة. ده يعمل إحساس مختلف، عميق ومريح للست، والراجل يقدر يبوس ظهرها كله. نكمل وضع الفعاشة، الست على طرف السرير، رجليها مرفوعة والراجل واقف أو راكع. ده يخلي الزاوية مثالية للإحساس القوي، والراجل يقدر يشوف كل حاجة ويحرك بسرعة. ووضع المقص، الاتنين على الجنب بس رجليهم متشابكة زي المقص، يدخل من زاوية جديدة تخلي الست تحس بنقاط حساسة مش بتحسها في الأوضاع العادية. كمان الست رفع رجل واحدة على كتف الراجل وهو فوق، ده يعمل عمق رهيب ومنظر ساخن. ونروح لوضع الراجل قاعد والست ظهرها له، هي قاعدة عليه وبتتحرك، ده يخلي الراجل يدلع مؤخرتها وهي تتحكم في السرعة. أضيفوا لكل وضع حاجات صغيرة تخليها أسخن، شموع وإضاءة خافتة، موسيقى هادية، زيوت مساج، كلام وسخ خفيف زي عايزك قوي أو انتي ملكي، ألعاب صغيرة لو الاتنين موافقين، أو حتى ربط إيدين خفيف للإثارة. والأهم يا جماعة الاحترام والموافقة، كل حاجة بالتراضي، ولو واحد تعبان قولوا لأ،
والنظافة والصلاة والدعاء إن ربنا يبارك فيكم. جربوا الوضعيات دي بالتدريج، ابدأوا بواحد جديد كل أسبوع، وهتشوفوا إزاي حياتكم الزوجية هتتغير 180 درجة. المتجوزين السعداء مش بيحكوا، بس أنا حكيت لكم كل الأسرار النهاردة. لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك وفعلوا الجرس، وكومنت تحت قولولي أي وضع جربتوه وإيه اللي حصل، بس بالراحة عشان يوتيوب. ولو عايزين جزء تاني بأوضاع أكثر متقدمة قولوا. خليكم سعداء في فراشكم وربنا يسعدكم دايما. سلام يا أحلى متجوزين.